ايه اللي حصل عندكم؟ هي النينجا كسر وشكو. هي باقل مجهود في اقل مباراه في الموسم ده دوسنا على وشكو 4-1، وكان ممكن يجي اهداف كتير، وصبحي بسم الله ما شاء الله ايه ايده فرطه سايبها على البحري باقل مجهود وبلاعبين كتير اساسيين مش موجودين. الاهلي خدك اربعه. امال لو كان بيلعب بالاساسيين كان عمل فيك ايه؟ طلع احتفل بالدوري واقول اهلاوي انا والفخر ليا. انا نادي القرن في القاره هو ناديه. اي والله ما عنديش غيره تاني. الاهلي يا ساده سبب السعاده. انا راجل كل يوم بنام اصحى من النوم الاقي الاهلي هيلعب، يلعب يجيب بطوله. ناس يا خالد يا غندور لما كنت بتقول يا كل 6 ايام هناخد بطوله، من ساعتها ما شفتوش بطوله. اتبط بقى. وعايز اقول حاجه مهمه، شراء امام عاشور في النادي الاهلي مهم جدا وبان النهارده، وفخري بصراحه ما يصلحش يلعب للنادي الاهلي. امام عاشور يبقى بديل في ازمه زي النهارده، والبقاء لله طبعا لابو مروان عطيه. ديانج كان الضغط كله عليه وكان شايل فخري طول الماتش، وكان نفسي يلعب كوكا من البدايه مكان فخري، بس هو حب يديله فرصه. لكن فخري لا يصلح للعب للنادي الاهلي بصراحه. وبصراحه برافو محمد شريف وبرافو كهربا، على قد ما ضيعت كام جول بس برافو. عندك اصرار وحب للنادي الاهلي وتستحق ان يدفع لك الفلوس وتستحق تبقى لاعب جوه النادي الاهلي. برافو ابو كريم، ابو كريم الرجوله، التونسي المصري الاصيل، احلى واحد في الدنيا واسرع دليفري في مصر. برافو يا نينجا الملياردير، النينجا الملياردير. مش هنقول عليك الشحات تاني، هنقول الملياردير اللي بيقطع فلوس. بس كده. مبروك لكل رجاله الاهلي ولاداره النادي الاهلي ولكل الناس الاهلاويه الدوري، وعلى حساب الزمالك. السلام عليكم.